4 أيام محبوسين في بيوتنا بسبب هذه العاصفة الثلجية. من 40 سنة يقول لك ما جت على أمريكا مثل هذه العاصفة. أكثر من 5400 رحلة جوية ألغيت، حتى الطرق السريعة لأنها مغلقة بسبب كثافة الثلج. الرؤية محجوبة تماما، درجات الحرارة توصل إلى 50 تحت الصفر. اتأثرت فيها مو بس نيويورك، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، أركانساس، حتى كولورادو. عاصفة قوية وأثرت على الملايين من سكان أمريكا. المفتاح ما يدخل، طبعا في مويه في الداخل هنا متجمده. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بس رحت للسياره شوفوا كيف صار الوضع. ايوه يا رب لك الحمد. الباب نفسه الان متجمد، طبعا متجمد من هنا ومن تحت، بينكسر كذا نفسه. يلا بسم الله. شوفوا وصلت للمحطه. يلا ما في احد، الشوارع فاضيه. طبعا هذه تو انتبه لها. هذه سيدة عجوز كبيرة بالسن، ألقت سيارتها بالثلج فقررنا نساعدها، لكن للأسف ما قدرنا. فرحنا للبيت، أخذنا الكريكات أنا وصديقي، بعد كذا رجعنا حاولنا نزيل الثلج لأنها في مكان من الممكن إنه ما أحد يجيها وتندفن من الثلج أو تموت من البرد. طبعا انتهت حاولنا السيارة، للأسف الجو جدا بارد. وهذا اللي قدرنا نسويه، لكن للأسف الظاهرة تطلع السيارة معلقة من تحت. جاء صاحب السيارة وجاب معها اللي يسموه الليور، نربطه في الشكاف من السيارة هذه ونسحب هذه السيارة.